بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا معاكم مجدي منصور، إعلامي خبير التنمية العقارية. في البداية حابب أشكر كل الناس اللي هنتنا على ظهورنا في قنوات MBC، وطبعا الحمد لله رب العالمين، ده من كرم ربنا ومساندتكم وبدعواتكم. من كام يوم نزلت بوست بتكلم فيه على إنك تسارع في الاستثمار في غرب القاهرة، والحمد لله احنا من 2018 كنا أول ناس طلعنا على السوشيال ميديا واتكلمنا عن غرب القاهرة. منافسة شرسة ما بيننا وما بين زمايلنا واخواتنا في شرق القاهرة اللي بدأوا يتجهوا دلوقتي ان هم يجوا يبيعوا ناحيتنا كمان في غرب القاهرة، لما امنوا وعرفوا ان احنا الحمد لله كنا بنتكلم عن قطعة من افضل القطع اللي موجودة في مصر، وهي الاستثمارات اللي موجودة في غرب القاهرة. معروف طبعا من بعد قرارات سيادة الرئيس من 2017 2018 بدخول ملايين الامتار في مصر كلها من اسكندرية لأسوان في حيز الامتدادات العمرانية الجديدة، واحنا بننافذ، وقلنا كتير ان احنا بننافس مناطق عمرانيه كتيره موجوده جوه مصر، ده غير طبعا المنافسه اللي موجوده بره مصر. بس لازلت باكد تاني، بما اني الحمد لله رب العالمين بدعي ان انا الممثل الاعلامي عن الجزء بتاع غرب القاهره، ويمكن بفضل من ربنا سبحانه وتعالى نجحنا جدا في ان احنا نوجه استثمارات كتير جوه مصر وبره مصر ان هي تبقى موجوده في غرب القاهره. لازلت تاني راجع بقول يا جماعه، الاستثمار في غرب القاهره هو من افضل الاستثمارات. وزي ما نزلت في بوست سابق من كام يوم، اشتري شقة، اشتري فيلا، اشتري أرض، اشتري تجاري، اشتري إداري، اشتري فندقي، لأن يعني طبعا احنا أقرب نقطة للمتحف المصري الكبير اللي العالم كله شهد من كام يوم نجاح كبير جدا جدا للافتتاح بتاعه، والأهرامات. فاحنا تقريبا في أكتر نقطة هيكون فيها جذب سياحي في الفترة اللي جاية. وبدأنا إن قلنا إن حدائق أكتوبر، قلنا إن الحزام الأخضر، الثورة الخضراء، زايد الجديدة، أكتوبر الجديدة، سفنكس الجديدة، كل المناطق، الوادي النيل، كل المناطق العمرانية اللي متواجدة في غرب القاهرة هي ناجحة جدا جدا. فلو انت لسه ما خدتش الفرصة، انا مش عامل الاعلان ده ترويجي، يمكن انا اعلاناتي ما باخدش حتى رقم تليفوني عليها، لان هي تقريبا كلها الحمد لله من 2018 هي اعلانات توعوية وبتنقل خبرتنا في السوق للناس. فحاول بسرعة ما تأخرش وتستثمر في المناطق ديت بأي طريقة، علشان خاطر استثمارك النهاردة هو أمان ليك ولأسرتك بكرة إن شاء الله. بس عشان النقطة اللي ما قلتهاش في البوست، وللأسف طبعا البوست ما بيسمحش إن احنا نشرح كل كلامنا، أستأذنك خلي بالك قوي، لأن في شركات كتير جدا 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 للأسف طالعة في الفترة الأخيرة زي ما قالت بعض الناس، وأنا بأكد على كلامهم. هم عبارة عن بروكرج اتحولوا لديفلوبر، فده طبعا أو واحد كان وسيط وتحول لمطور. ده مش الأمان الكامل، منهم ناس هتبقى محترمة، منهم ناس هتبني وهتنفذ، لكن عشان ما يتقالش إن مجدي منصور نصحنا ورحنا غرب القاهرة وفي الآخر هو كان السبب إن احنا للأسف نستثمر غلط، أستأذنك راجع كويس. كل منطقة هتلاقي فيها بديل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. راجع على أوراق قانونية للشركة، راجع على سابقة أعمال الشركة، راجع على قوة الشركة في السوق والملاءة المالية بتاعتها، راجع على تنفيذ الشركة على أرض الواقع، راجع على كل النقط ديت، علشان أنا بقول لك استثمر في غرب القاهرة، لكن ما تشيلنيش ذنب إن أنت تشتري من حد حارق سعر عشان يلم فلوس ويشتري أرض تانية، أو عامل أي مشكلة، أو عنده فيدباك وحشة من العملاء والعملاء بيقولوا إن هو حد مش كويس. فما ترجعش تلوم علينا احنا بنوجهك انك لازم تستثمر، لكن البدائل كتير، فحاول تختار صح وتختار المكان الموثوق. لازلت بقول ان افضل الاستثمارات اللي موجوده في السوق هي شراء الاراضي، بدايه من شراء قطعه صغيره تقدر تبني بيت عليها انت واسرتك، لحد ما تقدر تشتري النهارده بالفدان حتى في المدن العمرانيه الجديده، لان ده لسه موجود ولسه متاح. كمان الاستثمارات في شراء الفيلات بالاقساط اللي متواجده النهارده على 10 و12 سنه حلوه جدا، وبتسمح لحضرتك ان انت النهارده على اللونج تايم يبقى عندك بيت كويس جدا ليك انت واسرتك. كمان الاستثمارات التجاريه والاداريه ناجحه جدا جدا في غرب القاهره، نتيجه الحاجات اللي احنا قلناها والعوامل اللي قلناها من شويه. فبالتالي انا طالع بقول لك لما كنتش لسه استثمرت في غرب القاهره، انا بفضل الله بقول لك الحق استثمر في غرب القاهره، لان احنا هنفضل في السوق نمبر 1، وان شاء الله باذن الله دايما استثمارات غرب القاهره معانا ان شاء الله دايما ناجحه. سلام عليكم.